صباح الخير، يوم جديد وفيديو جديد من فيديوهاتي المملة. اكتشفت انه انتصب علي نصبة محترمة. ليش القناة ما إلها نيش؟ الله لا يسامحه. الفيديو فعلا ما له اي هدف، كسر ظهري بالنص. اول مرة بيصير معي هيك شي بألمانيا. وهذا هو المقارنة الصحيحة والتطور اللي لازم تشوفه. في الفيديوهات السابقة قررت اني اشتغل شغل تاني بجانب شغلي الاساسي لحسن وزيد من مدخولي الشهري، ولحتى اقدر اتحرك احسن اضطريت اني اشتري سيارة، وبلشت شغل توصيل طلبات من الساعة 4 الصبح للساعة 6 ونص الصبح. ولكن بعد مرور 3 ايام بس اكتشفت انه انتصب علي نصبة محترمة، وكمان تعطلت السيارة، والشغل اللي بلشته لحسن وزيد من مدخولي الشهري كسر ظهري بالنص، وكمان وضعي صار اسوأ مما كان عليه بالبداية. ما فيني اقول غير الله لا يسامحه. ففي هذا الفيديو راح احاول صلح السيارة باقل التكاليف وارجع بيها مرة تانية، وحاول اعوض ولو شوي من خسارتي اللي خسرتها في هذا الشغل. وهذا الفيديو راح يكون الفيديو رقم 5 من تحدي 30 فيديو فلوج. يلا نبلش. بس قبل ما نبلش في تعليق حلو كتير جاي من الاخ جيمنج اذا كنت عم بنطق اسمه صح، والتعليق كان كالتالي. والتعليق بيقول: منور اخوي، نور عيونك تسلم. الهدف من الفيديو ما بين معي، تفاصيل زيادة أنا كمتابع لقناتك ما لقيتها من تكنولوجيا وهيك مثل الريلز. حسن أفكار المحتوى، التفاصيل التقنية 90% صح. هلا مبدئيا شكرا كتير على التعليق، وإذا ما كنت بتعرف شو هو التعليق أو النقد البناء فهذا أحسن مثال للنقد البناء. وجوابي على هالتعليق هو كالتالي. اولا وبكل صراحة الفيديو فعلا ما له اي هدف غير التمرين والتدريب على اسلوب الفلوجات، يعني بحيث اطور من مهارة الالقاء المباشر وكمان اتعود على استخدام الكاميرا. ثانيا ليش القناة ما لها نيش او اختصاص معين؟ لانه بكل صراحة انا ضد فكرة انه انت لازم تحكي وتتخصص بمجال واحد فقط لا غير. في كتير اشخاص ممكن يقدموا ويبدعوا في عدة مجالات وتخصصات، فليش صارت قاعدة لا يمكن كسرها انه انت لازم تتخصص وتحكي بمجال واحد فقط؟ يعني ليش القناة ما ممكن تكون قناة منوعة؟ فانت كمتابع يعني مستحيل يكون عندك اهتمام واحد فقط، انت مهتم بس بالتكنولوجيا او مهتم بس بالكتب او مهتم بس بالسيارات. ليش ما بيصير تكون القناة منوعة؟ ثالثا واخيرا انا بدي اقدم مثال من ارض الواقع، انه كل مبتدئ هيك بتكون فيديوهاته في البداية، ما بتكون احسن شيء من حيث التصوير والالقاء والمونتاج وحتى الانتاج، وممكن تكون حتى فيديوهات بدون هدف مثل حكايتي. ولكن الحكمة من هاي الفيديوهات هي اولا صناعة المحتوى عبارة عن مهنة وحرفة لازم تمارسها كتير وتغلط فيها كتير وترجع وتعيد وترجع تغلط كتير لحتى بالاخير تطلع بمنتج يقدر ينافس عمالقة اليوتيوب. ثانيا واكبر مشكلة فخ المقارنات. شيء اكيد لما تقارن فيديوهاتي وفيديوهات المبتدئين بفيديوهات وحوش اليوتيوب فراح تكون فيديوهات فاشلة وتافهة بكل المقاييس، بينما المقارنة الصحيحة انك تقارن فيديوهاتك اليوم بفيديوهات امبارح، وهون راح تشوف التطور والابداع في فيديوهاتك. اول فيديو عملته كان مدته دقيقة واحدة، بتصدق انه اخذ مني يمكن شغل اكثر من شهر كنت اشتغل عليه لحتى طلعت فيديو مدته دقيقة. وهلا هيك فيديو ما بياخذ مني يمكن 4 5 6 ساعات. وهذا هو المقارنة الصحيحة والتطور اللي لازم تشوفه. لهيك يا مبتدئ بلش اعمل فيديوهاتك ولا تفوت بفخ المقارنات ابدا، لانه مثل ما قلت لك صناعة المحتوى هي صنعة وحرفة لازم تمارسها لحتى تتعلم بالاخير وتطالع منتج حلو، حتى ولو كان الفيديو بدون هدف مثل ما بيحكي الاخ. وهلا يلا نكمل تصليح السيارة. قبل كل شي رحت لعند الميكانيكي وعطيته 10 يورو مشان يكتب لي ويشرح لي شو هن القطع اللي ممكن احتاجها لتصليح السيارة.
فكانوا 5 أو 6 شغلات لازم أعملهم لحتى تصير السيارة منيحة وجاهزة للبيع. أولا تبديل زيت المحرك والفلتر. ثانيا تبديل المساحة الخلفية. ثالثا قطعة ما بعرف شو اسمها بالعربي ولكن بالألماني اسمها دوملاغا. ورابعا قطعة تانية كمان ما بعرف شو اسمها بالعربي ولكن اسمها رادلاغا بالألماني. خامسا تنظيف السيارة من جوا ومن برا. سادسا وأخيرا تبديل أو شراء دواليب صيفية. وفي شغلة تانية ممكن أعملها وممكن ما أعملها، وهي تبديل أو تعباية غاز التبريد في السيارة. فكالعادة طلبت الغراض من اي باي، وإن شاء الله ما يطولوا مثل المرة الماضية، وبس يوصلوا الغراض رح شوف شو ممكن صلح وأعمل بإيدي، والباقي على الأغلب رح اضطر أروح لعند الميكانيكي. والحلو إني لقيت ميكانيكي ممكن يشتغل لي براني، يعني من بدون ما ادفع ضرائب. يعني انا بشتري القطع وباخدها لعنده وهو بس بيصلح، فهيك بيكون اسعار التصليح احسن بكتير. غير هيك الميكانيكية في ألمانيا خربان بيت، غالي كتير، يمكن أغلى من الدكاترة والجراحين، الله لا يعلقك بين إيدهم. وهلا ما فيني أعمل غير إني انتظر القطع لحتى تجي. وطبعا أول ما تجهز السيارة وخلص تصليح راح حاول بيعها بأسرع ما يمكن. ليش؟ لأنه امتلاك سيارة في هذا البلد خربان بيت بمعنى الكلمة. أنا عندي السيارة من مدة شهر واحد فقط، وبآخر الفيديو بفرجيك كمية المصاريف اللي كلفت علي لحد الآن. وكمان التأمين هذا مشكلة لحالها. بدي اياك تحاول تتخيل للسيارة مثل هاي السيارة اللي عندي ايش قد ممكن يكون التأمين الشهري اللي لازم ادفعه. حاول تتخيل وتتصور رقم، وباخر الفيديو بفرجيك ايش قد لازم ادفع تأمين شهريا، ادنى تأمين ممكن. وان شاء الله يا رب اقدر اصلحها باسرع ما يمكن وارجع بيعها كمان باسرع ما يمكن، وحاول اعوض ولو شوي من الخسائر اللي خسرتهم. هاي المرة على غير العادة اجوا الغراض بسرعة وما طولوا، يلا نشوفهم سوا. قطعتين من هاي الشغلة واللي بصراحة ما بعرف شو اسمها بالعربي ولكن بالألماني اسمها رادلاغا، ثقيلة. وقطعتين من هاي الشغلة واللي كمان ما بعرف شو اسمها بالعربي ولكن بالألماني اسمها دوملاغا. هدول هن محتويات أول كرتونة. نشوف الكرتونة الثاني. زيت محرك 5 لتر ب 37 يورو. بالعادة إذا تشتريها من الميكانيكي بيكلف أكتر بكتير، لهيك طلبته من أمازون. هذا البيدون 5 لتر بس الميتور بياخد بس 4 لتر، وكمان فلتر جديد حقه 10 يورو. وآخر شي هاي الطرمبة أو المضخة، مضخة الزيت، وبهاي المضخة فيك تغير الزيت بنفسك بدون ما تروح لعند الميكانيكي. يلا نبدل الزيت. والمضخة هاي إلها خرطومين، في كل طرف خرطوم، فبتدخل خرطوم جوا فتحة الزيت جوا المحرك، فبتشفط الزيت وبتطلعه من الطرف الثاني جوا علبة قديمة عندك. وكمان هذا هو الفلتر، فلتر الزيت اللي لازم يتغير، ليكو تحت. الغلط مني أنا اللي ما عم بسأل وما عم فكر قبل ما اشتري شغلات. طلع عندي مشكلتين. اول شي فلتر الزيت لازم ينفتح من تحت، يعني لازم السيارة تعليها لفوق، وفي غطاء للمحرك من تحت لازم ينفتح، وبعدين فيك تفتح فلتر الزيت. وانا هاي شغلة ما كنت حاسب حسابها. وكمان شغلة، الفلتر اللي انا اشتريته مبين اصغر من الفلتر الموجود هلا بالسيارة، ما بعرف شكله كمان ما بيزبط. بدي ارجع مضخة الزيت اللي اشتريتها، وبحاول اتفق مع الميكانيكي انه يغير لي الزيت والقطعة الثانية كلهم سوا، وبحاول اخذ منه سعر منيح.
ما ضل عندي غير اني اروح لعند الميكانيكي وان شاء الله خير. هذا الشهر من اصعب الاشهر اللي مرت علي من وقت جيتي لألمانيا. ماديا متكسر ومتحطم على الاخير، فما ضل عندي خيار غير اني اعرض كاميرتي الصغيرة واحب كاميرا على قلبي واللي بستخدمها في اغلب فيديوهاتي للبيع. وكمان عرضت العدسة اللي اشتريتها من فترة، عدسة سيجما، واللي بستخدمها كمان في اغلب فيديوهاتي على كاميرتي سوني، كمان عرضتها للبيع. شعور صعب، بس انا مع هيك متفائل وحاسس اني على الطريق الصحيح. انا لأول مرة متفائل بهذا الشكل، وان شاء الله رح يجي يوم وبتفرج فيها على هدول الفيديوهات وبقول ايه والله كانوا ايام صعبة، بس انا ما استسلمت وكملت وتابعت واليوم وصلت. لهيك لا تستسلم يا مبتدئ، هدول ايام صعبة لازم يكونوا جزء من الرحلة، وهذا اللي بيخليها احلى بكتير. صباح الخير، اليوم موعدي عند الميكانيكي، بدي حمل الاغراض اللي اشتريتها للسيارة على السريع، وكمان على الطريق بفرجيك وبسمعك الاصوات الغريبة العجيبة اللي بتجي من السيارة. يلا نبلش. وهذا هو بيدونة الزيت اللي اشتريته. للأسف الفلتر اللي طلبته لسه ما اجا، لأنه أول شي اشتريت فلتر ما بيتركب على السيارة، فبدي اسأل الميكانيكي إذا عنده واحد يركبها بالسيارة هلا، وأول ما يجيني الفلتر الثاني بعطيه إياه بدل منه. يا الله ان شاء الله يعطينا سعر منيح على التصليح. انا هلا عند المصلح واتفقنا على 300 يورو على تبديل كل الاغراض سوا. اشوفكم بعد يومين، سلام. صباح الخير، واخيرا استلمت السيارة. المفروض كان اني استلمها بعد يومين، بس فعليا استلمتها بعد 4 ايام. وهلا صار وقت نعمل كم اختبار ونشوف اذا السيارة تصلحت فعلا ولا لا. تمام. لا، هذاك الصوت ما عاد يجي ابدا. هذا الصوت صوت عادي، هذا صوت احتكاك الدواليب بالارض. بس هذاك الصوت اللي كان بالبداية هذا كان صوت عطل، صوت عطل في القطع. وهلا احسن بكتير. تمام. ضل عندي ركب مساحة جديدة بدل هاي مقطوعة، وكمان المسجلة بدي ركبها هون وجهزها. طبعا المسجلة عندي، وكمان اشتريت لها قطعة وهي وصلة الراديو. واخر شي بعمل لها غسيل كامل من جوا ومن برا، وهيك بتصير جاهزة للبيع. الدواليب ما راح غيرهم، فراح اعرضها بالدواليب اللي فيها، فاللي بده بياخذ. وهلا صار وقت الغسيل والتنظيف. خلصت من المشاكل الكبيرة في السيارة، وهلا ضلت الشغلات الصغيرة. واول وحدة هي هاي المسجلة، بدي ركبها بمحلها. اشتريت كمان هاي القطعة واللي هي وصلة الراديو، بدي ركبها كمان محلها، وهيك بكون خلصت من المسجلة كمان. مسجلة حديثة، فيك تركب عليها الفلاش او توصل عليها تليفونك، وممكن تتحكم فيها كمان بالجهاز التحكم، وحقها بس 10 يورو. ما عم بيجي منها اي صوت. معقول في شي خربان كمان؟ انا ركبت المسجلة بمحلها، بس للأسف ما عم بيجي منها اي صوت. ما بعرف اذا انا مركبها غلط ولا في شي تاني مو مزبوط، او في مشكلة او خربانة لهيك ما عم بيطلع منها صوت. على كل اليوم اطلعت شوي بالاسعار، ايش قد ممكن تنباع سيارة مثل هاي، وبصراحة الاسعار رخيصة جدا.
وسيئة جدا، فعلى الأغلب مستحيل بيع هاي السيارة بفائدة، مستحيل استفيد منها بأي شكل من الأشكال. فبصراحة ما عاد أعرف شو بدي أعمل، وما عاد أعرف أفكر. لهيك بدي أروح أول شي على النادي أتمرن تمرين أكتاف على السريع، وبشوف شو بدي أعمل بعدها. انا وصلت للنادي بس شكله مسكر. طيب ليش مسكر؟ انا ما فهمتها هاي. Montag, Mittwoch, Freitag von 9 Uhr bis 22 Uhr. مفتوح من الساعة 9 للساعة 10 بالليل. ليش مسكر هلا؟ بس بدي اعرف. شو المشكلة معي يا أخي؟ ما عم بيزبط معي شي، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمري لله، بدي أرجع على البيت، مع إنه أنا صار لي أسبوع تقريبا أو أكثر من أسبوع ماني نازل على النادي. يوم ثلاثاء، يوم مو اثنين. يوم ثلاثاء مو اثنين. يوم الثلاثاء ويوم الخميس من الساعة 8 ل 12 ونص، وبعدين في استراحة للساعة 4، وبيفتح من الساعة 4 للساعة 9. الحق علي أنا حمار، صار لي أكثر من سنة بيجي لهذا النادي ونسيان هذا الشيء. يعني بيفتحوا على الساعة 4. كمان ما فيها بنزين، بدي اروح اعبي بنزين ب 20 يورو. امري لله. هلا بهاي الحالة بيع ما فيني بيع، او على الاقل ما فيني بيع بربح، وعلى الاغلب اذا بعتها راح تكون بخسار وما راح يكون في اي ارباح. واذا ضلت عندي بعد اسبوع مطلوب مني 125 يورو الضريبة السنوية اللي هاي بياخدوها الحكومة. وكنت مقرر اني بيعها وارجع اشتري على الشتوية مرة ثانية، لانه الشتوية والله صعبة بدون سيارة. لهيك على الاغلب اللي راح اعمله راح يكون شي تاني. احسن شي اني الغي تسجيل السيارة ووقفها بشي مكان، وبهاي الحالة ما راح اضطر ادفع الضريبة السنوية حاليا، وكمان على الاغلب نص التأمين اللي دفعته راح يرجع لي. لهيك بظن احسن شي اني الغي تسجيل السيارة ووقفها بشي مكان، وعلى بداية الشتوية ارجع اعمل دنا مرة تانية وامشي فيها. لانه اذا بعت هاي السيارة بخسار وارجع اشتري مرة تانية على بداية الشتوية، على الاغلب راح اشتري مرة تانية سيارة تعبانة مثل هاي. فالفكرة هون انه بهاي السيارة على الاغلب انا صرت بعرف شو مشاكلها، بعرف شو فيها. فاذا ابيعها لهاي وارجع مرة تانية اشتري بعد كم شهر وحدة تعبانة مثلها، على الاغلب راح يطلع لي مشاكل كتير بعدين، وراح اضطر ادفع كمان كتير مصاري عليها. لهيك ما في غير هذا الخيار، بدي الغي تسجيل السيارة ووقفها كرجها بشي مكان، وارجع سوق البسكليت، وعلى بداية الشتوية برجع ملدنا مرة تانية. هاي هي تمام يا شباب. ما في بجزاني غير 15 يورو، يلعن ابو هالحالة. بدي اعبي ب 15 يورو والله كريم. ان شاء الله يجي يوم وارجع اشوف هدول الفيديوهات وقول لحالي الحمد لله تنذكر وما تنعاد، كانت ايام شحادة وفقر. الله كريم. ب 15 يورو 9 لتر فاصلة 27 مليلتر. بدي كمان 1 سنت، ما قدرت تجيبها على 15 يورو بالضبط. غريبة هاي، أول مرة بيصير معي هيك شي بألمانيا. الفاتورة طلعت 15 يورو و1 سنت، والغازية قالت لي خلص بلا ال1 سنت. والله انكم كريمين. ايه والله أول مرة حدا بألمانيا بيترك ال1 سنت. والله غريبة، في تطور بهالبلد.
خلص ما في غير هيك. انا راح الغي تسجيل السيارة وبخليه على الشتوية، بعمل انميلدونج مرة تانية وبرجع بسوقها. وبعد لاخر السنة لازم جدد التوف تبعها. بشوف هذاك الوقت يا اما بزتها ببيعها بتراب المصاري، يا اما بعمل لها توف سنتين كمان وبرجع بسوقها مرة ثانية. وهلا بدي احسب معكم التكاليف اللي كلفت علي من وقت ما اشتريت السيارة لهلا زائدا حق السيارة. اول شي اشتريت السيارة بمبلغ 600 يورو، بعدين اشتريت التسوند كيرتسن والتسوند شبولة والتسوند كابلن، هدول سوا كان حقهم 50 يورو، هيك صاروا 650 يورو. وكمان اشتريت الدوم لاغا والراد لاغا والزيت والفلتر، وكمان حقهم هدول كان 113 يورو، وهيك صاروا 763 يورو. وكمان دفعت اليوم للميكانيكي حق ايدو 335 يورو، هيك صاروا 1098 يورو. وبدي لسه 200 يورو بالضبط لحتى تصير السيارة تمام وعلى 24 وسوقها بدون اي مشاكل، يعني زائدا 200 يورو، هيك صاروا 1298 يورو، يعني 1300 يورو. هدول حق السيارة واغراضها وحق التصليح. وهلا نحسب حق البنزين والتأمين والضريبة السنوية. أنا اشتريت السيارة الشهر الماضي، وكمان مع هذا الشهر أخذوا مني تأمين 200 يورو بالضبط، 200 يورو بس لمدة شهر ونص تقريبا. وكمان اجتني الضريبة السنوية واللي بتدفعها مرة بالسنة حق السيارة، وكمان 135 يورو بدفعهم مرة بالسنة، يعني حق التأمين والضريبة السنوية هدول لحالهم بيطلعوا 335 يورو، وهيك بيصيروا 1633 يورو. وكمان البنزين من وقت ما اشتريت السيارة لهلا أنا دفعت للبنزين 100 يورو، وهيك بيصيروا 1733 يورو. يلعن ابو هالسيارة، كله من ورا راس هالابن الحرام اللي ورطني وخلاني اشتري السيارة وما كنت معتازة ابدا. الله لا يسامحه. لهيك بحكي لك دائما شراء سيارة وامتلاك سيارة في ألمانيا خربان بيت، يعني تشليح بتشليح. لهيك لازم هذا البلد يصير اسمه تشليح لاند بدل دوتشلاند. راح تصير الساعة 8، بدي روح لحق اعمل تمرين اكتاف على السريع وبرجع فورا. وهيك بيكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ونهاية الفيديو رقم 5 من تحدي 30 فيديو بلوج. وبس سلام. بس لحظة، نسيت شغلة. أنا عملت صفحة ديسكورد باسم مدرسة اليوتيوبر. بحاول من خلال هذا الديسكورد أعمل مجتمع لليوتيوبر المبتدئين، للصناع المحتوى المبتدئين. حاليا للأسف ما عندي وقت وما عليها أي تفاعل، ولكن أول ما نوصل 50-100 شخص إن شاء الله وبوعدك إنك راح تستفيد كتير. لهيك شرفنا باشتراكك على الديسكورد، وبشوفك. سلام.